من مبادرة أنا الراقي بأخلاقي. بنمتحن الطالبات في القرآن الكريم، لأن طبعا حفظ القرآن من أسمى الصفات اللي بيتحلى بها الإنسان. الأستاذة بشرى حجازي استلهمت الفكرة إن هي تعمل مسابقة اسمتها مسابقة ملكة جمال الأخلاق. طبعا هي مشكورة، بذلت جهد كبير جدا في المسابقة دي على مستوى المعهد كله، وكان النتيجة ان هي عملت عملية تحفيز للطالبات، شجعتهم ان هم يلتزموا بالزي ويلتزموا بالأخلاق. وفي طالبات كتير جدا جدا فعلا لاحظنا معاهم فرق كبير جدا بعد مسابقة ملكة جمال الأخلاق. نشكر الأستاذة بشرى حجازي على مجهودها العظيم، ونتمنى إن شاء الله إن دايما إحنا نتحلى بمكارم الأخلاق. طبعا يعني بصراحة يا جهاد أنا والله بشكرك، وتحية خاصة مني ليكي بجد عشان صوتك الجميل. أنا كنت عايزة أسيبك يعني مسترسلة في القراءة، لأني مستمتعة بصوتك بجد والله مش كلام، مستمتعة بصوتك الجميل في القرآن. يا جهاد بسم الله الرحمن الرحيم. أنت بدأتي؟ خلاص يا جهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. لا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. في حته عدل.